المحشي اللي بالكوارع ده اختراع. لولو انا نزلت كذا مره وطلعت وانت لسه نايمه، يلا قومي. اوف، اقوم ليه؟ انا ما بصدق يوم الجمعه يجي عشان انام براحتي. انا لما بصدق الجمعه تيجي عشان تعمل لنا محشي. كمان نزلت وجبت حاجات المحشي ده. انا ما بصدق يوم الجمعه اريح من مذاكره عيالي. استهدي بالله كده يا لولو، قومي يلا عشان تعمل لنا محشي. والنهارده هتعمل لنا محشي بالكوارع. بصي انا هنزل اصلي اجي الاقيك خلصت كل حاجه. وكمان كوارع، مش هخلص من الاختراعات بتاعتك دي. ايه يا لولو اكيد خلصتي. على اساس ان انا سوبرمان يعني؟ سلقت الكرنب وسلقت ورق العنب وغسلت الكوارع. انت كده يعتبر خلصت 70%، وانا هقف معاك اساعدك. يبقى مش هخلص. يلا يا حبيبي. ملح وفلفل اسود وحبان والسبع بهارات. خلصنا الكوارع، نحشي بقى. تحشي ايه يا ابني وانا لسه عملت الصلصه؟ ناولني الحله اللي جنبك دي. اتفضلي. كمان جايب لي ملوخيه خضراء عشان نسقي فيها صبع المحشي يا لولو. بس عايز اسالك سؤال، مين اخترع ان ناكل محشي يوم الجمعه ده؟ هم المصريين كده، كل جمعه لازم محشي، واكيد اللي اخترعها 100% راجل. وخلصنا الكوارع كمان. الملوخيه خلصت والكوارع خلصت، هناكل امتى؟ لسه شويه. ما انت لو تاخد تساعدني وتقطع الخضار دوت في الحله. الا البصل يا لولو. انت محسوب عليا واقف بتساعدني وخلاص وما بتعملش اي حاجه. برافو عليكي، صح كده يا لولو. هسيب بقى تلف المحشي واخلع. عدتك ولا هتشتريه؟ بسم الله المحشي وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ريحه الاكل وصلت لجوه يا لولو. الله الله تسلم ايدك. دي اختراعاتي دي، خلي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. نروح نقول العنب بقى. حته كوارع. الله، كوكتيل تسلم ايدك يا لولو. عشان شوربه بعظمه. خد بقى دوق الحته دي. تسلم ايدك يا لولو. الله. الملوخيه بقى نجربها بالمحشي. ايوه سقسق كده. الله الله الله. احنا نسينا العيله يا لولو. صحيح، ما انت على طول ملخبطني كده. يلا يا بنات عشان الغدا. اعذريني يا لولو، الاكل بتاعك يلحس الدماغ.